اول حاجه طبعا هنجيب طاسه نحط فيها كده 3 معالق سمنه كده، ماشي، لغايه ما تقدح. وبعد ما تحدق لغايه ما تقدح كده، ماشي. وبعد ما تقدح نروح جايين حاطين بقى ايه البصل. طبعا يكون في الوقت ده مجهزين اللحمه المفرومه والطماطم والفلفل، ماشي. وكل شويه بقى ايه نقلب فيها كده لغايه ما تتحمر قوي، لا لغايه ما تتشوح بس كده. وبعد ما اتشوحت كده بقى ايه هنجيب ملح ونحط، خلاص. وبعدين فلفل وهنحط برضه كمون وهنحط، واي بهارات تانية بقى اللي عايزين يحطوها، انا بحب احط دول بس. وبعدين هحط بقى اللي هي اللحمة المفرومة، وطبعا ايه هقلبها، وطبعا كل شوية هقلبها عشان ايه تستوي، عشان كلها تستوي مع بعضها وتتقلب بقى مع البصل مع البهارات اللي انا حطيتها، الملح والفلفل وكده يعني. وأهي بعد ايه ما اتشوحت وايه وشربت المية بتاعتها، اتقلبت على البصل وكل حاجة، كفاية على كده بقى. هقولكوا بقى بعد كده هعمل ايه. وبعدين بقى هنحط شوية صلصة كده، شطة اللي عملت لكم عاملاها قبل كده في البيت، كفاية. واخر حاجة بقى هنحط فلفل ونقلبه بس تقليبتين كده وكفاية على كده. طبعا نقلبه كله بقى الفلفل لغاية ما يدبل بس كده، نقلبه تقليبتين كده. وبعد كده بقى ايه خلاص اخر حاجة بقى هنحطها اللي هي بقى ايه الطماطم، حبة شوية طماطم كده ايه متقطعين تقطيع صغير وهنحطها وبرضك هنقلبها. وبعد ما نقلبها تقليبتين برضو كده نطفي عليها بقى. هقلبها بقى التقليبة الأخيرة كده. بعد كده بقى ايه هنحشي بقى العيش كده ايه خلصت اهي. واهي بعد ما خلصتها بقى وطفيت عليها، شايفين شكلها ايه. بسم الله ما شاء الله، جميلة وريحتها روعة.
الريحة بتاعتها في منتهى الجمال، تجيب من اخر الدنيا. المهم بعد ما خلصتها كده بقى ايه، هنجيب العيش ونحشيه بقى. وطبعا انا هكون بقى مجهزه العيش بالطريقه دي. الرغيف بدخله ببعضي كده اهو، كده اهو، بنفس الطريقه دي كلها بقى. ده قبل ما احشيه، وحطاه طبعا في صاج ماشي. وهبدا ايه، والصاج طبعا دهناه زيت خفيف خالص عشان ما يلزقش. ودي صينيه اهيت اهي، دهنتها ايه بزيت خفيف كده. وبعد كده بقى ايه، هحشيه بالطريقه دي اهو، لغايه ما اخلص بقى الكميه كلها، العيش كله واللحمه المفرومه. وبالهنا والشفا بقى اللي هياكل. واهي بعد ما حطيته كله بقى اهو، حشيته وحطيته في الصاج. وبعدين بقى هحط عليه كده شطه كده من فوق كده اهو اهي، كلها بقى كده برش عليها. وبعدين بقى ايه، بدهنها بيها كلها. واخر حاجه بقى اللي هجيب سمنه واحطها عليه. واخر حاجه بقى اللي هي بجيب سمنه كده وادهنها بقى بيها كده كلها بقى كده كلها. اخر خطوه الفرن، بكون طبعا مسخناه واروح جايه بقى حاطه في قلبي اهو بالطريقه دي كده اهو، حاطاه تحت. لما يتعمل من تحت افتح الشوايه شويه عليه من فوق.